في عصر الإمبراطورية الفارسية العظيمة، لما كان الملك قمبيز الثاني ابن الملك الشهير كورش العظيم على عرش القوة، قمبيز ده ما كانش بس حاكم قوي، لكنه كان عنيد ومتعجرف، بيشوف إنه قادر على كسر كل الحدود، حتى لو كان ده معناه إنه يتحدى الطبيعة نفسها. في سنة 525 قبل الميلاد، قمبيز غزا مصر القديمة وأسقط الأسرة السادسة والعشرين، وسيطر على الأرض الخصبة للنيل. لكن في قلب الصحراء الغربية المصرية كان في مكان غامض وخطر بيهدد كبرياء الملك، واحد سيوة، اللي فيها معبد الإله أمون، المكان اللي بيعتبره المصريين مصدر الحكمة والنبوءات. لما كهنة معبد أمون أعلنوا رفضهم لقمبيز كملك شرعي، غضب شديد جدا، وبمنطق الغصب والقوة قرر قمبيز إنه لازم يمحي المعبد ده من الوجود عشان يثبت إنه أقوى حتى من الآلهة اللي المصريين بيعبدوها. قرر قمبيز يجهز جيش من 50,000 جندي، وده كان جيش ضخم جدا بمقاييس الزمن ده. كان الهدف إنهم يعبروا الصحراء الغربية، يوصلوا لواحد سيوة ويهدوا معبد أمون. بس الرحلة دي كانت مجنونة من البداية، لأن الصحراء الغربية معروفة بخطورتها: حرارة شديدة، رياح قاتلة، مسافات كبيرة جدا من الرمال. الجيش اتحرك من منطقة الواحات الداخلة باتجاه سيوة، والأيام أسابيع وشهور، لكن الجيش ما وصلش. الجيش اختفى. في أكتر من رواية بتشرح إيه اللي حصل للجيش. أشهر الروايات بتقول إن الجيش كان في نص الرحلة لما قامت عليهم عاصفة رملية مرعبة. الرياح القوية كأنها كانت شياطين بتزقر، والرمال غطت كل حاجة في طريقها. الجنود والخيول، الأسلحة والمؤن، كلهم اختفوا تحت طبقات من الرمال، وكأنهم عمرهم ما كانوا موجودين. في روايات تانية بتقول إن الجيش ما اختفاش بفعل الطبيعة، لكن بسبب خيانة داخلية. بعض المصادر بتشير إلى إن قادة الجيش ما كانوش راضيين عن خطة قمبيز، وحصلت مؤامرة لإسقاطه. الجيش اتقسم، وكتير من الجنود تم استدراجهم لمناطق خطرة بدون مؤن، وباقي الجيش تم القضاء عليه في مواجهة مع قبائل محلية. في أساطير قديمة بقى بتقول إن الصحراء نفسها عندها قوة خفية. القبائل البدوية كانت بتحذر من أماكن معينة في الصحراء، وكانت بتوصفها إنها ملعونة. هل الجيش دخل منطقة ممنوع الاقتراب منها؟ هل في حاجة أكتر من مجرد رياح دفنتهم؟ بعد مئات السنين من اختفاء الجيش، فضلت قصة قمبيز ولغز جيشه محور اهتمام المؤرخين وعلماء الآثار. في القرن العشرين بعثات كتير طلعت تدور على بقايا الجنود، وبدأت تظهر بعض الاكتشافات. في سنة 2009 علماء إيطاليين قالوا إنهم لقوا بقايا عظام وأسلحة في منطقة قريبة من طريق الجيش المفترض، لكن لسه الموضوع مش مؤكد. في روايات عن وجود أواني فخارية مدفونة مع عظام بتشير إنها ممكن تكون من بقايا الجيش. لو فعلا الجيش دفنته عاصفة، ازاي الصحراء تخفي جيش كامل؟ ولو في خيانة، مين العقل المدبر؟ وهل كان جزء من خطة أكبر عشان يضعف الإمبراطورية الفارسية؟ ولو في قوة خفية ورا الموضوع، هل هي طبيعة الصحراء ولا حاجة أكبر من كده؟ هل كان اختفاء الجيش عقاب من الآلهة اللي زي ما المصريين كانوا فاكرين، ولا مجرد حادثة مأساوية في قلب الصحراء؟ كان معاكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.